شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي قناة دنيا المرأة وقناة المعالج أيمن، وفي حلقة فريدة جدا جدا بيني وبين قناة زوجتي الغالية قناة دنيا المرأة. هنتكلم فيها عن وصفة رائجة جدا جدا. اتفاجأت النهاردة ان زوجتي بتفرجني على الفيديو كان عنوانه ايه؟ اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم مشاهدي قناه دنيا المراه وقناه المعالج ايمن. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الوصفه الشائعه في اليوتيوب اللي هي وصفه تبييض البشره بالثلاث مكونات اللي انتم شايفينهم: معجون الاسنان والفازلين والبيكنج صودا. الوصفة دي كانت عبارة بتركيبتها ازاي؟ لان انا ما شاهدتش الفيديو. كانت عبارة عن تبييض البشرة بدمج الثلاث مكونات: معلقة من معجون الأسنان، ومعلقة من الفازلين، وربع معلقة من البيكنج صودا. تمام. طيب للأسف الشديد بمجرد ما سمعت الوصفة دي شاهدت معجون الأسنان. معجون الأسنان داخله مواد كيماوية ضارة جدا للبشرة، فاستوقفني العنوان واستوقفني الفيديو، اتناقشت مع زوجتي حول معجون الأسنان. تعالوا بينا نتعرف على معجون الأسنان وأضراره للبشرة. الوصفة دي خطرة جدا جدا، وخاصة لأصحاب البشرة الحساسة، وللأسف الشديد فيها حاجات خاطئة جدا. وهنسمع لأول أضرار معجون الأسنان من زوجتي الغالية. طبعا يا بنات احنا اعتراضنا ما كانش على الفازلين نهائيا، هو كل اعتراضنا كان على معجون الاسنان. معجون الاسنان يا بنات بيحتوي على صوديوم لوريال سيلفات، ودي المادة دي بتدخل في صناعة الشامبوهات اللي هي بتبقى نوعية غير جيدة، النوعية الرديئة. فبالتالي وضع معجون الاسنان على الوجه بيسبب جفاف وبيسبب حكة وهيجان في البشرة. ده اول ضرر من اضرار معجون الاسنان. تاني ضرر يا بنات ان معجون الاسنان بيحتوي على الاكسجين، والاكسجين ده نفسه بيحتوي على مواد بتسبب حرقان وبتسبب هيجان للبشره. تالت حاجه يا بنات ان معجون الاسنان ده بيحتوي على البيكنج صودا اللي هي اصلا بيستخدموها في الوصفه دي. يعني معجون الاسنان اصلا بيحتوي على بيكنج صودا، وهنضيف كمان عليه بيكنج صودا. طبعا عايزه اقول لكم ان البيكنج صودا اصلا مقشر طبيعي للبشره، حلوه جدا للبشره بس لمده دقيقتين 3 مش اكتر من كده. لكن كونها تتحط في الوصفه وتتساب على البشره لمده نص ساعه ده بيسبب هيجان للبشره، وكمان بيسبب حكه، بيسبب كمان اسمرار مع الاستمرار على الوصفه. يعني لو استخدمتي البيكنج صودا لعده مرات ده بيسبب اسمرار مش بيسبب تبييض للبشره. ده بالاضافه ان هو بالفعل بيسبب هيجان للبشره، وخاصه البشره الحساسه. طيب احنا لو معجون الاسنان بنستخدمه للبشره، فعليا بنستخدمه لحب الشباب. طب الطريقه ازاي؟ معجون الاسنان يا بنات مفيد للبشره الدهنيه لانه بيعالج حب الشباب. بنحطيه على منطقه حب الشباب بس، يعني على المنطقه اللي فيها حب الشباب مش على البشره كلها، وبيتساب لغايه ما ينشف وبعد كده بيتشال، لكن مش بيتساب لمده نص ساعه. يبقى مش هنستخدمه ككريم على البشره، ولكن بنضعه على حب الشباب. على الحبايه نفسها بنضعه ما يقرب من 3 4 5 دقائق ماكسيموم لحد ما تنشف على الحباية فقط، وبعد كده بنغسله بمية باردة. ده بيساعد فعليا على إزالة حب الشباب، وكذلك الأمر بيساعد على إزالة الرؤوس السوداء. ولكن بنكرر ما ينفعش إن نحن نستخدمه ككريم على البشرة، لأنه بيسبب اسمرار، بيسبب توهج البشرة، وبيسبب أضرار تانية. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة مع قناة المعالج أيمن وقناة دنيا المرأة، وأقول لكم إلى اللقاء في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، شكرا يا رب.